بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يوم جميل النهارده ويوم مشمش أو مشمس وجميل. من بعد ماتش الأهلي وسيراميكا امبارح وأنا لابس فانيلا زي بتاعة سيراميكا. من بعد ماتش الأهلي وسيراميكا امبارح والأهلاوية كلّهم طالعين ولجان الأهلي وإعلاميين الأهلي ويوتيوبر الأهلي وكل من يشجع الأهلي ماسكين الحكم محمود وفا مشرّحينه ومقطّعين في التحكيم المصري واللي جاب التحكيم المصري وسنين التحكيم المصري واحنا عايزين تحكيم اجنبي والنهارده النادي الاهلي طلع بيان. طبعا بيان طبعا بيلهي بيه الخيبه اللي هم فيها. لما تيجي تبص كده هوت على المشهد من بره تحس ان هم لقوا حاجه يعلقوا فيها الشماعه بتاعتهم. يعني مثلا ايه؟ شيل اللقطه دي من الماتش، شيل اللقطه بتاعت ضربه الجزاء دي من الماتش خالص. كانوا هيعلّقوا شماعتهم على إيه؟ ولا حاجة. فرقة ما فيش أداء، ما فيش روح، ما فيش خطة، ما فيش مدرب، ما فيش لعيبة، لعيبة جايبينها بملايين، وفريق لو تيجي تفُكُّه كدهوّة كل لاعب فيه تلاقيهم جابوا المليار، وفي الآخر النتيجة 0. فأنت لو شِلت اللقطة بتاعة الماتش دي، هتحس إن مجلس إدارة الأهلي بقى في وش المدفع مع الجمهور. تيجي اللقطة دي تشيل منهم حاجات كتيرة أوي. شماعة ما بعدها شماعة، لقطة ضربة الجزاء. فيطلع لجان الأهلي ده إحنا كنا الأفضل، إحنا كنا هنكسب، إحنا مش ادّينا حقنا وما تدّيناش حقنا، والأهلي يطلع طبعًا بعادته بيان في بيان في بيان في بيان في بيان، عشان يلهي الجمهور عن الخيبة اللي هم فيها. تعالِ نيجي كده لقطة ضربة الجزاء. هل دي ضربة جزاء؟ أنا شُفتها بالتصوير الحلمنتيشي عندنا ده، آه، ضربة جزاء. النهارده لمّا قريت ال قريت كدهوّة كام بيان من اتحاد الكورة والحكام وكام حكم، قال لك أصل الكورة هو مش عارف باصص يعني أنا ما أعرفش في القانون بتاع الحكام دوّة، أنا كدهوّة من نظرة دي جات في إيده ضربة جزاء. هو قال لك بقى أصل هو كان ماشي باصص كده أهو، فهو لمّا شاف الكورة جات قام عامل كده أهو، فالكورة جات كده أهو، فدي مش ضربة جزاء. أيًا كان ضربة جزاء والّا مش ضربة جزاء. طيب، هي ضربة جزاء ما اتحسبتش. هل ده الخطأ الوحيد اللي يتحسب على الأهلي من حكام؟ نادرًا لمّا يحصل خطأ على الأهلي، نادرًا. طيب لمّا تيجي تشوف بقى أخطاء تانية بتتحسب للأهلي، الأهلي ما بيطلّعش بيان، وتلاقي الأهلاوية بيقولوا دي كورة عادية. يعني مثلًا في الدور الأول الأهلي وسيراميكا، الحكم محمود وفا، ياسر إبراهيم أخد إسلام عيسى يعني رماه كدهوّة ادّى له مقص ورماه جوّه منطقة الجزاء. الأهلاوية طلعوا قالوا ما فيهاش حاجة، ماشي. طب لو الكورة ديّة مع الأهلي، الأهلاوية يقولوا لأ، دي فيها حاجة، والزملكاوية كده، والزمالك كده. بس إحنا على الأقل بنقول دي ودي لأ، يعني لينا وعلينا. في ناس يقولوا دي ضربة جزاء، وفي ناس يقول لك لأ، دي مش ضربة جزاء، دي تتحسب ودي ما تتحسبش. بس الأهلاوية الكورة لو عليهم حكم مِيَّة، مِيَّة ما فيهاش أي حاجة، حكم فوق الممتاز. الدور الأول محمود وفا كان رقم 1، راح الفار وما حسبش حاجة والأهلي كسب 1-0 والدنيا لذيذ، والدنيا مشيت زي صينية البتنجان بالبطيخ، زي الفل. الدور التاني محمود وفا مرتشي
ومحمود وفا ده زملكاوي وعيلته كلها زملكاويه، والراجل مين اللي قايل لك التعليمات، واسامه حسني يطلع يشكك في ذممه الاخلاقيه والماليه، ومش عارف مين يطلع يقول ده حكم مرتشي، ومسكوا الحكم قطعوه. ومسكوا الحكم قطعوه ليه؟ بسبب كوره واحده. كوره واحده، الحكم دوت يعني ممكن ما يحكمش تاني بقيت حياته. طيب، لو نرجع برضك لماتش الاهلي والترجي، الكرة اللي اتحسبت في رادس ضربة جزاء، قال لك ده الحكم هو اللي حسبها، لأ هو الحكم ما حسبهاش، اللي حسب ضربة الجزاء حكم الفار، بدليل ان الكرة بعد دقيقتين من اللعب الحكم الفار استدعاه، فالراجل شاف الكرة هو بس ما كانش شافها، فالراجل شاف الكرة فحسبها، فطلعوا عيسى سيو بيان في بيان في بيان، ودي عادة النادي الأهلي. عشان إيه؟ عشان يداروا على الفضيحة والخيبة اللي هم كانوا فيها. طيب، في ماتش الأهلي والترجي برضك في رادس كان في ضربة جزاء لأشرف بن شرقي، أنا كنت شايفها، أنا قُلت ده ضربة جزاء، ما حسبهاش، فالناس طلعوا قالوا ده الحكم. نفس اللقطة دي محمد الشناوي حضن مهاجم المصري، ماتش الأهلي والمصري جوّه منطقة ال6 ياردة والحكم ما حسبهاش، فقالوا يا جماعة ده ما فيهاش حاجة، ده احتكاك عادي، طب ما طالما دي احتكاك عادي يبقى دي كمان احتكاك عادي. زي ما الكرة جت في إيد ياسين مرعي في نهائي كاس السوبر، وقُلتوا دي ما فيهاش حاجة، يبقى دي كمان ما فيهاش حاجة، ده الطبيعي، زي ما ليك زي ما هيبقى عليك، إنما ما فيش حد بياخد كل حاجة في الدنيا، وما فيش حد بيتحسب له الأخطاء اللي ليه طول الطريق، ولا بيتحسب الأخطاء اللي عليه طول الطريق، لازم حاجة تجلي. فالأهلي والأهلاوية ومجلس إدارة الأهلي وإعلام الأهلي وسوشيال ميديا الأهلي لقوا الشماعة اللي علّقوا عليها خيبتهم وفشلهم. بعيدًا عن لقطة ضربة الجزاء، هل الأهلي يستحق امبارح المكسب؟ لأ، الأهلي لا فيه خطة ولا فيه لعبة، ودِرِجن بياخد الكرة ويطلع يجري بيها زي الرهوان، الحصان فَك، الحصان فَك، وما فيش لعيب في الأهلي مركّز. ليه؟ بسبب عقود مجلس إدارة النادي الأهلي للاعيبة الكرة في الأهلي. مجلس إدارة الأهلي خلّى لعيبة الكورة يبقوا models، يبقوا بتوع إعلانات، يبقوا نجوم مجتمع، يروحوا يعملوا برنامج مع ده وحوار صحفي مع ده ويطلعوا في إعلان مع ده ويعملوا مع ده، فلعيب الكورة بياخد له 5.000.000 جنيه في عقد اتحاد الكورة، برّه عقد اتحاد الكورة بياخد له بتاع حوالي 60، 70.000.000. أنت عايزه يركّز في إيه؟ أنت عايزه يركّز في إيه؟ إزاي لعيب يركّز في ماتش كورة ب5.000.000 في موسم ب5.000.000 وهو هيعمل له إعلانين 3 ب60، 70.000.000 بأنهي منطق وأنهي عقل؟ أنت عايز اللعيب يركّز، ده راجل حتى رئيس النادي ده عم حارس عمل إعلان، فما تجيش تقول للعيب الكورة أنت لازم تركّز ولازم تكسب بطولة، يكسب بطولة ليه؟ هياخد كام يعني؟ يعني هو هياخد كام مثلًا لمّا يكسب بطولة أفريقيا؟ هياخد كام مكافأة؟ 200.000 جنيه، 300.000 جنيه، 500.000 جنيه، ياخد 500.000 جنيه. أنا عندي 60.000.000 جنيه في 3، 4 إعلانات، أنا هاخلّص الماتش وهاروح للشركة اللي أنا متعاقد معاها اللي هي تبع شركة إعلانات الأهلي، ويعملوا له إعلان حلو واطلع ويالّا وكلوا الجبنة المثلثات ومش عارف إيه، وأنت نِفْسك في إيه؟ أنا نِفْسي أوصّل بيتزا وأوصّل بتاع، وياخد الراجل الفلوس وكل سنة وأنت طيب، هو ده اللي هو عايزه، هو مش عايز يتعب نَفْسه. آدي السبب الرئيسي من وجهة نظري أنا في فشكلة النادي الأهلي، الإعلانات اللي بتتعمل ونجوم المجتمع وكل شوية وكل رمضان يروحوا يعملوا لهم برنامجين 3 وياخدوا فلوس والدنيا حلوة جميلة وزي الفل، فما تجيش دلوقتي تلوم على اللاعب، لأ لوم مجلس الإدارة، مجلس الإدارة اللي كل أمّا يكون معاه قرشين يروح للزمالك يشوف اللعيب اللي عنده اللي هيبقى free وياخده، ما عندوش فكر،
ما عندوش اللي هو يطوّر قطاع الناشئين. إحنا عندنا يروح واحد ييجي 1000 واحد. أنتم هم ما يعرفوش يعملوا كده. هم ما يعرفوش يعملوا كده. هم ياخدوا اللعيب الناشئ يطلع ويوديه سيراميكا، اللعيب الناشئ يطلع ويوديه زد، يتمرمط له بقى 15 سنة، وبعد كده ييجي يقول ده لسه في عز شبابه. اللعيب الوحيد اللي فلت من قطاع الناشئين محمد هاني، باك يمين بقى له 20، 30 سنة ما بيتغيّرش، مش عارفين حتى يطلّعوا باك يمين غيره، مش عارفين يجيبوا باك يمين غيره. راحوا جابوا أحمد عيد شهر يناير وهيمشّوه دلوقتي، 6 شهور، مش عارف ب50، 60 مليون، فلوسهم كتير. دي حاجة. الحاجة التانية أنتم زعلانين من كورة واحدة. هل حد فاكر فيكم ماتش الزمالك ومصر المقاصة من كام سنة، لمّا لعيب مصر المقاصة الكورة مرفوعة جوّه منطقة الجزاء قام طاير عليها بإيده؟ ولا قُلنا انسحاب ولا ما قُلناش حاجة. قُلنا عملنا شوية بهرجة ومرتضى منصور طلع بهرج شوية والدوري كمّل والأهلي أخده. دلوقتي يفضلوا يقولوا إيه، الدوري موجّه للزمالك عشان قضية الأرض وسحب الأرض، فالدوري موجّه للزمالك. الدوري موجّه للزمالك دلوقتي من الماتش ده. طب وماتش طلائع الجيش الدوري ما كانش موجّه ليه؟ طب وماتش بيراميدز اللي خسرتوه ما كانش موجّه ليه؟ طب والمُطوشة اللي أنتم اتعادلتوا فيها ما كانش موجّه ليه؟ والّا أنتم الدوري موجّه عشان تاخدوا عين الجمهور وتاخدوا مُخ الجمهور وتاخدوا الattention بتاع الانتباه بتاع الجمهور، دي حتّة تانية. ليه الدوري مش موجّه؟ ليه الدوري مش موجّه في الماتشة اللي فاتت اللي الأهلي اتعادل وخسر فيها، اشمعنى؟ ليه في ماتش إنبي والزمالك لمّا الزمالك خسر ما قُلتوش مثلًا والله ده الزمالك خسر، ده الدوري موجّه للأهلي، ليه ما طلعناش قُلنا كده أهو؟ إيه اللي حصل يعني؟ الأهلي اتعادل ماتش الأهلي وِحِش، الأهلي يا جماعة اعترفوا الأهلي وِحِش. مش الجمهور، الجمهور معترف إن الأهلي وِحِش، إنما مجلس الإدارة والسوشيال ميديا واللجان بتاعتهم مغيّبين، عايزين يغيّبوا الناس. أنا ما شُفتش كده في حياتي. دي حاجة. الحاجة التانية من شتا فترة الانقلاب بتاعة يناير السنة اللي فاتت، وإعلام الأهلي طلع الكيمي كيمي كاه والكيمي كيمي كو وانتصاراتنا مش عاجباه وبطولاتنا هي هو. بعد سنة الكيمي كيمي كا راحت والأسافين بدأت تتفقع في الزمالك، وبدأت الإعلام الأهلاوي على رأسهم أحمد شوبير يفضل يدّي في الزمالك ويفضل يفقع في إشاعات. مرّة إخوان بزيرة رايح الزمالك علشان ياخد بمستحقاته يا إما هيمشي، ومرّة هروب شيكوبانزا، ومرّة محمد عواد، ومرّة محمد صبحي، وخناقة في أوضة اللبس، وعبد الناصر محمد مسك معتمد جمال ضربه، ومش عارف إيه، وعمّال يطلّع كمية إشاعات وسواد الوش غير طبيعي، غير طبيعي. اتفرّجوا على أحمد شوبير بعد ماتش الزمالك والمصري وهو بيقول ليلة بيضاء، بنفس الطريقة كده أهو. ليلة بيضاء بسبب فوز الزمالك 4-1 على المصري. الأهلي يكسب بقى. يا محلى الأيام ويا محلى الليالي، ويا نسر ومش يا نسر، أنت فين يا نسر؟ ده نسر الأهلي هنا، أنت فين يا نسر وما فين يا نسر والدنيا حلوة وجميلة. يا راجل اتقِ الله شوية بقى، ده الأهلاوية مش طايقينك، الأهلاوية مش طايقينك وعمّال تعمل الأهلاوية هيهاجموا ابنك الموهوب اللي عمل غلطة امبارح ما عملهاش عيل صغير بسببك. اهدى بقى واهمد شوية، أنت إيه سواد القلب ده؟ الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها النغمة، نغمة السم في العسل. إيه نغمة السم في العسل؟ السنة اللي فاتت لمّا كان الفرق ما بين الأهلي وبيراميدز 5 نقط أو 6 نقط، كل الناس طلعت وأولهم أحمد شوبير،
الدوري محسوم للأهلي، الدوري خلاص خلص لبيراميدز، الدوري محسوم لبيراميدز، الأهلي ما عندوش أي فرصة، الماتش الجاي هنلاعب كذا، ماتش تحصيل حاصل، كده بيراميدز هيلاعب فاركو، كده بيراميدز هيكسب، بيراميدز خسر فاركو والبنك الأهلي، الأهلي طلع أخد الدوري، طبعًا إحنا عارفين أخد الدوري إزاي. نفس السيناريو بيتكرر، نفس السيناريو، لسه 5 مُطوشة ب15 بونت والفرق ما بين الأهلي والزمالك 5 بونت، لسه بدري أوي على الدوري، وأنا متوقع إن الزمالك مش هياخد الدوري، أنا متوقع إن الزمالك ممكن ما ياخدش الدوري، ليه؟ بسبب اللي بيحصل ده، ليه؟ بسبب السم في العسل، ليه؟ بسبب حالة الغرور اللي ممكن تركب في اللعيبة، الزمالك لو وقع ماتش انتهى الدوري، يا بيراميدز يا الأهلي، وأنا أتوقع إن الأهلي بسبب اللي حصل امبارح الحكام مش هتيجي جنب الأهلي، أنا متوقع بنسبة كبيرة أوي إن الأهلي هو اللي ياخد الدوري، الزمالك إن وقع ماتش انتهى الدوري للأهلي. معلش آخر حاجة بس هاتكلم فيها، قلة أدب لعيبة الأهلي بعد الخسارة، وبالذات حسين الشحات ومحمد الشناوي. حسين الشحات اللي علامة الصلاة في وشه كده أهو قد كده أهو، وكل ماتش ويفضل يقول لك الحمد لله وقال الله وقال الرسول، وبعد كل ماتش اللي الأهلي يخسره ما شُفتش في حياتي عيّل مش متربي وقليل الأدب زي ده. مرّة يسِب الدين ويضرب الولا بالقلم، مرّة التانية يفضل يهرفط بكلام ويشتم، وامبارح يفضل يهرفط بكلام ويشتم وعايز يروح يضرب الحكم. إيه قلة الأدب يا أخي اللي أنت فيها دي؟ يا أخي ملعون أبو حرفنتك لو أنت أخلاقك بالطريقة دي. يا أخي ده أبو تريكة لحد دلوقتي الزملكاوية بيحبوه قبل الأهلاوية عشان أخلاقه. حازم إمام الأهلاوية بيحبوه قبل الزمالك عشان أخلاقه. ملعون أبو حرفنتك يا أخي ومهارتك اللي بتطلع كل فين وفين بسبب قلة أدبك، أنت إيه قلة الأدب اللي أنت فيها دي؟ ومحمد الشناوي البلطجي، يا ترى اتحاد الكورة هيعمل معاه إيه؟ شيكابالا قال لأحمد مجاهد أنت أهلاوي اتوقف 8 شهور، يا ترى محمد الشناوي هيعملوا معاه إيه؟ هل هيوقفوه ماتشين والّا هيقولوا الحكم هو اللي اعتدى عليه؟ ده إحنا شُفنا كلنا القفا اللي اتدّاه للحكم المساعد، مش الحكم الساحة، ده الحكم المساعد، ادّى له قفا. يا ترى اتحاد الكورة هيعمل إيه؟ هل هيبقى في وقف 6 شهور زي ما اللائحة ما بتقول والّا 8 شهور؟ اللائحة بتقول لو اللاعب اعتدى على حكم 8 شهور وقف، والّا هيخلّوها بقى ماتشين 3؟ وهل لو اتوقّف الشناوي لحد آخر الموسم أو اتوقّف 3، 4 شهور هيروح برضه كأس العالم؟ دي تبقى مصيبة سودا بسبب مدرب الربع كفتة بتاعنا ده. سلام.